مانويل جوزيه بيقول إن علاقتي كانت مميزة جدا بجماهير الأهلي، ولكن جت لحظة جعلت كل الأمور تاخد منحنى شديد الخصوصية حينما توفت والدة زوجتي وسافرت زوجتي إلى البرتغال، وكانت تريدني إلى جوارها ولكنني لم أتمكن من السفر معها، وكان لدينا مباراة هامة وشعرت بالحزن لعدم قدرتي على السفر معها، ولكنني قررت البقاء. وفي تلك المباراة وجدت بعض الجماهير يحملون لافتة كتبت عليها كلمات العزاء بالإنجليزي، وكانوا بيعزوني أنا وزوجتي. وبيقول ظللت بعد المباراة أبحث عن أي صورة أو أي لقطة للموقف ده لتراها زوجتي وتعرف لما بقيت هنا ولم أغادر من أجل نادي هم يستحقون. في اليوم التالي حدث ما لم أكن أتوقعه، وجدت المجموعة التي كانت تحمل تلك اللافتة أتت إلى منزلي وقالت لي: يا مستر مانويل، أهدي تلك اللافتة إلى زوجتك. وحينما عادت إلى مصر حكيت لها تلك الواقعة، ثم فاجأتها بمنحها تلك اللافتة التي أحضرها الجمهور. وحينما رأت تلك اللافتة لم تصدق واستمرت بالبكاء. لم أعرف في مسيرتي جمهور مثل هذا الجمهور وهذا الوفاء، وحينها أثبت جماهير الأهلي إنهم أعظم جماهير في الكون. تحية لكل أهلاوي، وتحية للكابتن مانويل جوزيه المعشوق للجماهير، وربنا يطول في عمرك يا كابتن. أهلاوي أنا، والفخر ليا، وهفضل أشجع وأدافع عن النادي الأهلي لآخر نفس فيا.